مرحبا بكم مشاهدين الكرام في فيديو جديد. بسبب فضائح فأف المنتخب الجزائري مهدد بالمنع من المشاركة في كان الكوت ديفوار. أفادت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس الجديد وليد صادي يواجه اليوم ضغوطات قوية عقب توصل الاتحادية الجزائرية الخميس الماضي بمراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب من خلالها بتوضيحات حول شكاية تقدم بها لاعب جزائري ضد لفاف. وارتباطا بالموضوع، أوضحت جريدة الخبر الجزائرية أن الفيفا توصلت بشكاية من لاعب جزائري عن طريق رابطة كرة القدم للهواة الجزائرية يتهم من خلالها الفف بمنح لاعبين جددا في صفوف نادي أولمبي المدية رخصا للعب، على الرغم من أن الفريق سالف للذكر ممنوعا من إبرام تعاقدات جديدة، وهو ما يتعارض حسب قوانين الفيفا مع أحكام لانشرية رقم 1628 التي أرسلتها لك الاتحاد المنضوية تحت لوائها سنة 2018. وشددت الجريدة الجزائرية على أن مراسلة الفيفا وضعت الفاف تحت ضغط شديد، في إشارة إلى منحها مهلة قصيرة 3 أيام للرد على هذه الشكاية تنتهي يوم الثلاثاء. وتابعت موضحة أنه يتعين على الفاف تقديم توضيحات لا تتعارض مع أحكام لنشرية رقم 1628، بمعنى أن لفاف مطالبة بتأكيد عدم مخالفتها لأحكام لنشرية حتى تتفادى عقوبة مع احتمالين تتمثل في معاقبة كلا لمنتخبة والأندية الجزائرية وحكامها أيضا. كما أشارت الخبر إلى أنه في الوقت الذي كان فيه الإعلام الجزائري منذ عهد الرئيس الأسبق الفاف محمد روراوت مرورا بخير الدين زطشي وعمارة شرف الدين وجهيد عبد الوهاب زفيزف يحذر من مغبة عدم احترام أحكام نشرية الفيفا محل الجدل، وما قد ينجم عن تحديد سقف الديون على المنتخبات والأندية الجزائرية وحكامها. راح من سبق وليد الصادي في رئاسة الفاف ينتهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم تطبيق ما ورد في النشرية حرفيا، واختار هؤلاء تمكين الأندية المدانة من الحصول على رخص على حساب حقوق لاعبين حاصلين على قرارات نهائية من لجنة فض المنازعات تتضمن إلزامية تسديد الأندية لرواتبهم المتأخرة كاملة ودون أي تسقيف. وتابع المصدر ذاته قائلا: إذا كانت الفاف اليوم تتحمل قصرا على عاتقها إرثا ثقيلا يهدد مستقبل الكرة الجزائرية بمنتخباتها وأنديتها وحكامها بسبب سوء التسيير وعدم التعامل مع قوانين الفيفا بجدية، فإنها تسابق للزمن لتقدم للفيفا الأدلة القاطعة التي تفند شكوى للاعب الذي جعل الهيئة الكروية للدولية تضع هذا لمرة لفاف تحت المجهر. في ذات السياق، أكدت الصحيفة الجزائرية أنه بقي الآن بعد مراسلة الفيفا أخذ قضية عدم خصم النقاط وعدم احترام المنع من الانتداب للأندية المدانة بأكثر جدية، وذلك باحترام نشرية الفيفا ووضع الأندية أمام مسؤولياتها التي في عقوبة نتظر أن تسقطها الفيفا على لمنتخبة الوطنية. كما شددت الخبر على أن السلطات الجزائرية مطالبة بالسير على نهج وطرح الرئيس الجديد للفاف وليد الصادي في فتح ملف ديون الأندية بغرض إيجاد حلول عملية تضمن إنقاذ النوادي من الاندثار وتمنع عقوبات محتملة من الفيفا على الاتحادية وتعيد الاعتبار للمنافسة الكروية. وأشار المصدر ذاته إلى أن صادي يعتزم مستقبلا تطبيق أحكام نشرية الفيفا بحذافيرها على الأندية من خلال خصم النقاط والإنزال إلى القسم الأدنى والمنع من الانتداب، بطريقة يجعل فيها مسير النوادي مرغمون على عدم تجاوز ميزانياتها بشكل يجعل مشاكل الديون المثيرة للشكوك قائمة إلى الأبد، بما يبقي تهديد الفيف أيضا قائمة إلى الأبد ونزاهة البطولات متواجدة بدورها على محك. إذا أعجبكم محتوى هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بإعجاباتكم وتعليقاتكم المشجعة، ولا تنسوا متابعة قناتنا لمزيد من الأخبار الرياضية. يمكنكم في أي وقت اقتراح مواضيع ترغبون مشاهدتها على القناة. شكرا لكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.